بعض من الاسرار باش تنجح معكم البسطيله ديال الدجاج. بزاف اللي كيتشكى تيقول كتجيني ناشفه او كتجيني فيها الزفره ديال البيض. انا ما كنكترش البيض اول حاجه، كما كتشوفوا هنا البصله معسله ومعلكه، حتى المنظر ديالها يعني الشكل ديالها محمر. فانا من بعد ما كناخذ الدجاج كنقسمو على 4، كنغسلو، تنقادو، كندير شويه الخرقوم البلدي، شويه ديال السكنجبير، شويه الابزار، شويه القرفه، دويمه ديال الزعفران تقدروا تستغناو عليها، وديروا زعفران شعره، وشويه الربيع يعني مقرد، وشويه ديال الثومه محكوكه. كنخلطوا هادشي بشويه ديال الماء وكنشرملو الدجاج. انا كندير تماما بحال غادي نطيب الدجاج محمر تماما. الدجاج مغسول مقطع على 4، نشرمل فيه الدجاج ونحطو يطيب مع، نزيد ليه واحد البصله اولا 2 بصلات، وندير الماء الكافي ونخليه يطيب. من بعد ما تيقرب يطيب عاد كنزيد له واحد الكاس ديال العنبه مخلط بين زيت البلديه وزيت الروميه، نخلي الدجاج يطيب، كنحيدو. من بعد ما كنحيدو كنحيد معاه واحد الزلافه صغيره من داك المرق اللي تيكون خاطر مريقه بحال كطيبي دجاج محمر، كتجي شهوه منها يا سلام. كناخذوا واحد الزلافه منه، ومن بعد نرميو ديك البصله النحاسيه اللي قطعنا وقشيناها شويه ما تكونش رقيقه، كنديروها تخليوها طيب. مره كنحركو حتى كتنزل لينا البصله تبدا طيب. كيدخلها الطياب كنزيدوها شويه الزيت، تنزيدوها شويه ديال دويمه، واحد الدويمه ديال الزعفران الا كان خاصها اللون، نزيدوها شويه الملحه ونبقاو نحركو حتى كطيب لنا البصيله على خاطرها. تنديروا ليها واحد نص كاس صغير ديال العسل ومعلقه كبيره ديال سنيده، ونزيدوها شويه القرفه ونخليوها حتى كتعيلك وتعسل وتنشف من الماء. انا ما كنصفيش البصله نهائيا، كنخليها حتى كتعلك وتشرب داك الماء ديالها. تنزيدها قطره من روح الزهر، وهنا كنزيد لها 5 البيضات فقط. فانا البصله الكبيره كنزيد لها 5 البيضات فقط، كنحرك وراه كما شفتوا ما كتبانش نهائيا في البصله. من بعد كنفتو داك الدجاج وكنزيدوا ليه هذيك الزلافه ديال المرق باش ما يجيناش ناشف وياخذ لنا طيبه الملوحه والطيبه ديال الدجاج محمر. كنديروا فوق منه الدجاج ونديروا فوق منه اللوز اللي كيلو ديال اللوز مخلط بالبخاليني، يعني كناخذ واحد 200 غرام ديال اللوز كنردها بخاليني، كنكاراميليزيه ونطحنو مزيان حتى كيولي جاري بحال املو. كنخلط به هذاك اللوز، و يعني بغيتوه اكثر حلاوه راه كتزيدوا شويه السكر كلاصي، تكتفيو بالحلاوه ديال البخاليني فهذاك كافي. كنخلطوه معاه كما كتشوفوا تيكون معلك. كنديروا فوق من داك الدجاج وندير خطيطات ديال العسل من الفوق ونجمع الورقه ديالي. بالنسبه للبخاليني فالا درتو 200 غرام ديال اللوز تديروا معاها 200 غرام ديال السكر، كتردوا كراميل داك السكر، ديروا فيه داك اللوز المحمر، تلبسوه بداك الكراميل. من بعد ما كيجمد راه كتدقدقوه وطحنوه في الطحانه اللي كتطحن مزيان حتى كيولي بحال املو. صافي هنايا كما كتشوفوا من بعد ما درت اللوز درت خطيطات من العسل من الفوق، وغادي نبدا نجمع بالورقه. الورقه هنايا تقريبا يعني ما خداتش ليا كيلو كامل، شاط ليا منه طبيعه الحال. الورقه ديال البخار كندهنها فقط بالزيت، ما تنديرش الزبده، غير الزيت باش تبقى ليا مقرمشه، لان درتي الزبده فدغيا كتلوى. كنحاول ندير هاد يعني هاد الجميع هذا ديال البسطيله الشكل اللي بغيتو. انا الورقه قسمتها على جوج، كل نصف دائره كنجمع عليها الجوانب كما شفتوا، وكنبقى نحط وحده حداها وحده، يعني كل وحده كنحط فوق منها اخرى، يعني كيبقى يبان غير واحد الباندا من القديمه. وانت غاده وانت كتحطي وحده فوق بجنب الاخرى، وحده بجنب الاخرى، يعني كتجي فوق منها ماشي جنبها كما كتشوف في الصوره، حتى كنكمل وكندور الطيه كلها تماما. الزوائد اللي تيكونوا الفوق في القنت في وسط البسطيله كنحيدهم بالمقص. صافي نكمل التلميطه ديال البسطيله ديالنا وندخلو الفرن يكون ساخن، العافيه من التحت فقط حتى كطيب لينا من التحت، تحمر من التحت وتحمر من الجوانب، كنعرفوها راه طابت من التحت. صافي كنهبطوها نقصوا العافيه باش طيب لينا على الوجه على الخاطر وتجي تحميره وحده. نتمنى نكون بالفيديو ديال اليوم يعني فدت بعض الاخوات، لان بزاف ديال التساؤلات كتجيني حول البسطيله ديال الدجاج، اسرار النجاح ديالها. نتمنى نكون فدتهم، والسلام عليكم.